بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم فينو الافران بطريقة الافران. بما ان موسم المدارس قرب فقلت نجرب مع بعض العيش الفينو. جبت في بولة كبيرة كيلو دقيق، ونزلت عليه بمعلقتين 2 لبن بودرة، ومعلقة سكر، ومعلقة خميرة، ومعلقة بسيطة ملح، وقلبتهم وزي ما انتم شايفين. هنعمله النهاردة ان شاء الله، هيعجبكم بجميل جدا. وكوباية الا ربع زيت. نزلت فوق الدقيق والمكونات الجافة، وهقلب معاكم اهو. زي ما انتم شايفين هقلب الزيت مع الدقيق والمكونات الجافة. ومعايا اول كوباية من اللبن. انا هعمله بلبن عشان يبقى قيمة غذائية عالية شوية عشان الاولاد. وابتديت اعجن اهو زي ما انتم شايفين، واللي عايز يعجنه بمية ماشي، واللي عايز يعجن بلبن ماشي. انا عجنته بلبن عشان يزداد قيمة غذائية. عجنته لمدة 7 دقايق، يعني عجن كويس كده، بيتعجن قوي يعني بيتعجن حلو، وبيسيبه يرتاح بقى شوية. وبعد ما العجينة ارتاحت نص ساعة واختمرت شوية كده اهي، اختمرت زي ما انتم شايفين، تضاعف حجمه اهو. كيلو الدقيق تضاعف حجمه واختمرت وبقت هي زي ما انتم شايفينها. هبتدي بقى اقطعها لكور متوسطة كده قد البرتقانة اهي. هعمل الكور كلها على قدر الامكان قد بعضها، عشان يبقى العيش الفينو قد بعضه، يبقى كله زي بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو اهو. بحاول اخلي كل الكور قد بعضها اهو. زي ما انتم شايفين خلصت الكمية كلها تقطيع، وارتاحت برضو شوية، وابتديت اللي انا ايه افردها معاكم اهو. جبت الفرادة بفردها بيها اهو عشان تتفرد خالص. وهبتدي بقى ايه اللي انا اشكلها معاكم صباع فينو في منتهى الجمال ان شاء الله. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد اهو. بنلف اهو، بنلف بالراحة ونلف ونضغط بقى زي ما انتم شايفين كده اهو. ونحاول نقفلها كويس، نقفل الصباع كويس علشان لما يختمر ما يفتحش معانا اهو. من الجناب برضو نقفله خالص، وزي ما انتم شايفين بقفل الجناب كويس. وبخليها بقى ايه الناحية اللي انا عملت فردت منها دي، الناحية اللي تحت دي بخليها هي الناحية اللي فوق دي بخليها هي اللي تحت بقى، بعكسها وبحط ايه. وجبت صينية ودهنتها نقطة زيت عشان ما يلزقش في قلبها. وابتديت اللي انا ايه اعمل بقى. وعملت معاكم واحد ده هو صباع فينو، وهعمل كمان عشان ان شاء الله ايه تجربوه ويعجبكم خالص ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين بططتها خالص اهو. زي ما انتم شايفين بططته اهو. وببتدي اللي انا الف وبضغط بصوابعي، الف واضغط بصوابعي زي ما انتم شايفين، علشان طبعا العجينه لما تختمر ما رغيف الفينو ما يفتحش معانا ابدا خالص اهو. وابتدي اقفله خالص بقى من اهو من فوق كده، اقفله خالص واقفل الجوانب زي ما انتم شايفين اهو، عشان ما يفتحش معانا ويبقى رغيف فينو زي اللي بنشتريه من الفرن واحسن ان شاء الله. حاجة بيتي جميلة انت اللي عاملاها بايدك ونضيفة وفي منتهى السهولة وجميلة جدا. ما تنسوش تصلوا على الرسول في الكومنتات، واشتركوا في قناتي على اليوتيوب لقمة خفيفة مع صفاء اهو. خلصت الكمية كلها ده ما شاء الله كيلو دقيق، خلصته كله معاكم زي ما انتم شايفين اهو. في قلب الصواني قطعته كله اهو، وشكلته صوابع في منتهى الجمال. هسيبه بقى لما يختمر معانا
اهو هنا بقى اختمرون وتضاعف حجمه زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله في منتهى الجمال. جبت معلقتين لبن حليب وهبتدي اللي انا ادهن الوش بيه اهو. بدهن وش الارغفه بتاعت العيش الفينو كلها زي ما انتم شايفين، عشان لما ندخلها الفرن تاخد معانا لون ذهبي جميل كده اهو. بدهن كل الكميه طبعا بشويه حليب، معلقتين حسب الكميه، على حسب الكميه كده زي ما نحب اهو. خلصتها وبدخله بقى على فرن درجة حرارة 200 مولعاه بقالي 10 دقايق اهو. زي ما انتم شايفين ده شكله في الفرن اهون، زي ما انتم شايفين اهو ابتدى ياخد لون معانا. مولع عليه الشواية في اخر 10 دقايق اهو. زي ما انتم شايفين الكمية كلها ما شاء الله واخدة لون احمر جميل، جميلة في منتهى الجمال والطراوة. بصوا عجينة بصراحة جميلة واحسن كمان من اللي بنشتريه من بره بصراحة والله. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا، في منتهى الجمال. انا بصراحة بعمله على طول، ما بشتريش اصلا فينو خالص من بره. انا معتمدة الطريقة دي وبعملها طريقة سهلة واقتصادية وجميلة، ومش بتكلف اي حاجة. هو ما اشتري كيلو الدقيق ومعلقتين لبن حليب ومعلقة سكر ومعلقة خميرة، ولو عايزة تحطي حسب الرغبة، عايزة تحطي مية ماشي، عايزة تحطي لبن حليب ماشي، على حسب الرغبة. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله كله طراوة وجميل جدا اهو. زي ما انتم شايفين اهون، والارغفة في منتهى الجمال وحلوة جدا جدا جدا. اديني بهم زي ما انتم شايفين بفتح معاكم الرغيف عشان اوريكم قلبه من جوه قد ايه هش جدا وجميل قوي وقطني خالص ان شاء الله. لو عجبكم الطريقة بتاعتي جربوه، انا معتمداها من زمان بصراحة بعملها. وما تنسوش لايك وشير واشتركوا في قناتي على اليوتيوب لقمة خفيفة مع صفاء، وادعموني كتير ان شاء الله عشان الفترة الجاية هنعمل مع بعض وصفات جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم على خير.